طيب لحد فين ممكن نوصل بفكرة الكائنات الفضائية اللي جاية من موطنها البعيد علشان تسيطر على كوكب الأرض؟ لأنه للوهلة الأولى هتحس إن الفكرة ديت اتهرست بما فيه الكفاية في عشرات الأفلام الأمريكية، ما بين أخدها للجانب المرعب زي أفلام إليان، أو لجانب المغامرة زي فيلم إي.تي، أو حتى لجانب فلسفي بحت زي فيلم The Man Who Fell to Earth. لكن خليني هنا أقولك إنه غالبا لسه الفكرة ديت قادر يطلع منها قصة حلوة قادرة تجمع بين كل التصنيفات اللي أنا قلتها دي، وده اللي بيعمله المسلسل اللي هتكلم عنه النهارده 3 Body Problem. فلو مهتم الأول أهلا بيك، أنا محمود ويلا بينا نبدأ فيديونا. في إطار من الخيال العلمي بتبدأ أحداثنا في الصين في الستينات، وجو مليان بالثورة والغضب والمظاهرات اللي بتزيح من قصادها كتير من الأرواح المعارضة لأفكارها. وعالمة فيزياء في ظل هذا النظام الجديد اللي بيحاول يتقدم ويسبق العالم بتنجح إنها تتواصل مع أحد الشعوب الفضائية. بينتقل لسنة 2024 وكارثة بتحل بالمجتمع العلمي في العالم كله، حوادث انتحار غريبة ومكررة بتقضي على كتير من علماء الأرض بشكل متتابع، مزامنة مع خلل بيصيب كتير من التجارب العلمية. وده بيخلي مجموعة من 5 علماء من جهة ومجموعة من المحققين من جهة تانية يتحدوا في سبيل البحث عن إجابات للظواهر الغريبة اللي بتحصل في العالم دي. أنا دايما بشوف إن العمل الفني مش شرط إنه يكون بيقدم رسالة أكتر من إنه بيكون بيقدم منظور من خلال طريقة سرده لقصته، لكن العمل الفني الأفضل هو اللي بيقدر يقدم قصة متماسكة وفي نفس الوقت يعمل إسقاطات واضحة علشان يقدم من خلالها أفكاره، الأفكار اللي بتجبرك بعد ما تخلصه تبحث وتدور علشان تعرف تكون صورة كاملة عن اللي أنت شفته. صانع الأفلام الشاطر هو اللي يفتح عينك على موضوع ويغرس جواك الفضول إنك تدور فيه، يفتح قدامك طريق لا متناهي من الأسئلة اللي تخليك تلف وراها لحد ما توصل لإجابات وافية، والأهم من غير ما يأثر على متعة تجربة المشاهدة. وده اللي بيبدع فيه صناع مسلسل 3 Body Problem. الأول، المسلسل مبني على مجموعة روايات خيال علمي بنفس الاسم لكاتب ومهندس صيني، ومن تطوير صناع المسلسل الرائع جيم اوف ثرونز ديفيد بينوف ودي بي وايز، واللي بيحكي قصتهم بشكل مثير للإعجاب. هتحس كأن المسلسل عبارة عن حكايتين، واحدة ظاهرة جدا قدامك وحكاية تانية بتتحكي بين السطور. من منظور سطحي هتشوف المسلسل عن غزو فضائي ومجموعة علماء بيحاولوا يتصدوا ليه، وعلى الرغم من ان ده في نظري هي الفكرة الاقل اثارة للاهتمام في العمل ككل، الا انها بتاخد حقها تماما في التقديم بافضل شكل ممكن. احنا بطريقة ما بيتقدم لنا دراسة كاملة عن المخلوقات دي وايه هي اهدافها وصفاتها والمكان اللي جاية منه، وده بيخلق عندنا شوية تعاطف ولو لحظي معاهم، ومش بيحاول يظهرهم ابدا على انهم قصة جانبية. هم عامل مؤثر جدا في احداثنا، وطبيعي انه يبقى عندنا فضول نعرف عنهم وعن العالم بتاعهم. لكن الاهم من ده ان المسلسل بيرسم ظروف واقعيه جدا للاطار اللي بيحط الكائنات دي فيه، بيخليك تفكر انهم خطر بجد، بس مش خطر جاي يقضي علينا باسلحه متطوره ما شفناش زيها، وانما خطر بيدرس هيئتنا كبشر. وهنا نيجي لنقطه المنظور، الافكار الاساسيه بتاعت المسلسل او الهدف من اطار الكائنات الفضائيه اللي بيرسمه ده. المسلسل بيقدم نظرة عن البشرية ومدى عبقريتنا كبشر. العبقرية اللي بمفهومها المطلق اللي بيحاول يوصف المسلسل بتحتمل كل حاجة حلوة وكل حاجة سيئة فينا. من ناحية هتلاقيه بيتكلم عن مدى التطور اللي احنا قادرين نوصله على فترات هي في عمر الكون ثواني، عن قد ايه العلم مهم وانه في مواجهة بين الفناء والخلود، فالحاجة اللي هتخلينا خالدين هي قدرتنا على اننا نفكر وعلى اننا نتحدى كل ما هو مستحيل ونخلق حلول في سبيل ان احنا ننجو. وفي نفس الوقت احنا مخلوقات معقدة عبارة عن آفة بشكل او باخر خلقت علشان تدمر بطريقة او بتانية، علشان نوصل للتطور اللي احنا فيه النهاردة كنا قادرين نبيد حضارات كأنها لم تكن، وفي سبيل التطور للمستقبل قادرين نحصل على الفناء برغبتنا المباشرة. مدى قدرتنا على الكذب والخداع والتلون في سبيل الوصول لهدف، واللي بيقابلها في نفس الوقت قدرتنا على الحب بعمق والإخلاص في صداقة بدون مقابل، وإثار غيرنا على نفسنا حتى لو كان السبيل في ده هيكون فنائنا. الفضول اللي موجود جوانا في مواجهة عالم مليان بالأسئلة اللامتناهية ومحاولتنا لتفسيرها اللي بتخلينا نتحط في تحدي مع قوة أكبر مننا بمراحل. المسلسل عن ده كله هو إقرار بمدى عبقريتنا إحنا كبشر، وفي نفس الوقت رسالة عن مدى غبائنا وعيوبنا الكتير. Do you believe in God? وده كله بيتحكي من خلال شخصيات اللي حاول المسلسل بكل جهده انه ما يفرطش في عددهم عشان يحافظ على رسالته من التشتت، وكل شخصية مهمة بشكل او باخر في الصورة الكبيرة للقصة. من الشخصيات اللي بتاخد على عاتقها محاولة انقاذ البشر مهما كلف الامر، حتى لو ده معناه يقدموا تضحيات بشرية كارثية في سبيل الوصول لده، ومنهم اللي بيخاف ويقرر يركن على جنب نظرا للدافع الاخلاقي اللي موجود عنده، ومنهم اللي كان هدفه من المشاركة هو الفضول، ومنهم اللي مدى حبه واخلاصه لشخص معين خلاه قادر يخوض تجربة اقل ما يقال عنها مستحيل.
وهنا نكتشف ان المسلسل مش بس عن الغزو الفضائي اكتر من انه عننا احنا، عن البشرية بشكلها الكامل، الحسن والقبيح. وده اكبر نقطة قوة في المسلسل. دي محاولة بسيطة ان يوصل لك قد ايه افكار المسلسل كتيرة ومعقدة. طيب هنا يجي السؤال، هل ده مؤثر على تجربة المشاهدة؟ قبل ما اتفرج على المسلسل شفت ناس كتير بتقول انك محتاج تكون محضر دكتوراه في الفيزياء علشان تفهم المسلسل، ولا ده مش حقيقي اطلاقا. عبقرية صناع المسلسل هي انهم قدموا الافكار المعقدة دي في اكتر قالب سهل ممكن في الحياة. ده كان سبب في مشاكل كتير هتكلم عنها في فقرة العيوب، لكنه كان سبب في تجربة ممتعة اثناء المشاهدة. لاني لو هقسم المسلسل نصين ممكن اقول ان النص الاول مسيطر عليه الغموض الناتج عن الاسئلة اللي بتطرحها بايقاع سريع جدا ومليان بالاحداث، والغموض مكمل كمان في نصه التاني لكنه بشكل اقل، لانه احنا بنبقى حصلنا على اجابات كتير وبننطلق بقى في رحلة ايجاد الحلول. وده كمان مسيطر عليه لحظات كتير من التوتر والترقب، ده غير رحلة كتير من شخصياتنا اللي بتكون اقتربت من نضجها على مستوى التطور، فبنعيش معاهم قصص كتير متدرجة بين صداقتهم وعلاقات الحب اللي بتجمع ما بينهم. وبرضه مش عايزين ننسى الفضائيين وقد ايه العالم بتاعهم مثير للاهتمام. في اول 4 حلقات في حاجة كده شبه نظارات الفي ار لكنها من تطوير الفضائيين دول، بتدخل ابطالنا في لعبة علشان يعرفوا اكتر عن العالم بتاعهم، وده من اكتر اللحظات الممتعة في المسلسل. فاكيد المسلسل مش معقد ابدا، لكن في نفس الوقت عنده جانب علمي مسيطر على فكرته مش قليل اطلاقا، لكنه بتشرح لك بابسط صورة اثناء سير الاحداث، ومع ذلك بيخلي عندك الفضول انك تعرف اكتر. اذا قلنا اني قضيت 8 ساعات في مشاهدة المسلسل، فتقريبا انا قضيت زيهم في البحث والتدوير. كل حلقة كنت بخرج بأسئلة كتير محتاجة الاقي لها اجابات، وده في حد ذاته كانت عملية ممتعة، متعة بتضاهي متعة مشاهدة المسلسل نفسه. وتاني انت مش محتاج تعمل كده بكل تأكيد، لكن اضمن لك ان الفضول اللي هيسيبك مع المسلسل هيجبرك انك تعمل زيي اكيد. اظن واضح قد ايه انا راضي جدا عن التجربة اللي بيقدمها المسلسل، وده مش معناه انه مفيهوش مشاكل، بالعكس في مشاكل كتير كلها ناتجة عن مدى تعقيد الفكرة لدرجة انها بتطغى على جوانب كتير في العالم ده وبتاخد منها الاهتمام. اهمها شخصيات مثلا اللي مش بيتم تقديمهم كويس، مش بنفهم تعقيدات العلاقات ما بينهم كويس، لكن ده ممكن نتغاضى عنه لانك بتمشي معاهم رحله فبتعرفهم، يمكن مش بالشكل الامثل لكنك بتعرف تبني علاقات معاهم كافيه انها تخليك ترتبط بالعالم. يمكن كان ممكن التمثيل يبقى افضل شويه على الرغم ان وضعه الجيد ما كانش مزعج، وهنا هنلاقي وشوش كتير مألوفه من جيم اوف ثرونز، اهمهم جون برادلي، ليام كانينغهام، جونسون برايس، بجانب بقى إلزا جونزاليس وبنديكت وونج وغيرهم اللي كان تمثيلهم جيد لكن مفيش فيه اي شيء مميز. وبمناسبه جيم اوف ثرونز فاللي عمل مزيكا المسلسل هو الرائع رامين جوادي اللي عمل مزيكا جيم اوف ثرونز الايقونيه. كمان يمكن الحوارات كانت اكتر سطحيه من اللازم لان احنا بنعتمد عليها بشكل مباشر في تقديم كل حاجه جديده في العالم، فكان طبيعي انها تكون سطحيه شويه، غير ان الحلول اللي بنوصل لها في النص التاني كانت اسهل واسرع من اللازم. بس في نفس الوقت انا مش قادر الاقي طريقه تانية لحكايه قصه بهذا التعقيد في قالب اكتر بساطه من الطريقه اللي بتتحكي بيها اوريدي. وابدا ما حسيتش اني متضايق، اقدر اقول ان المسلسل حاول يجمع كل تفاصيله في محاوله لتوصيل رسالته باكتر شكل متكامل ممكن، فطبيعي يوجه اهتمامه لجانب على حساب بقيه الجوانب، وحقيقي الرساله وصلت، فمش عارف اخرج اقل رضا مما انا عليه، عشان انا فعلا استمتعت بوقتي سواء في المشاهده او البحث، والمسلسل قدم كل اللي عنده بشكل مثالي. We don't know what they are. Maybe we can't know what they are. حقيقي اتمنى المسلسل ما يتكنسلش ويكمل، لانه في حاله انه كمل بنفس المستوى بتاع الموسم الاول فاحنا قدام مسلسل خيال علمي عبقري بيلعب في مكان لوحده، وصعب جدا انه يحصل على اي منافسه من اي نوع. 3 Body Problem تجربه تستحق المشاهده جدا، وحتى وقت تصوير الفيديو ده هو بالنسبه لي المسلسل الافضل في 2024، وتقييمي له هو 9 من 10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا. شاركوني برايكم عن المسلسل لو شفتوه، قولوا لي ايه افضل الاعمال اللي اتكلمت عن الفضائيين اللي شفتوها، واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبه للافلام اللي بشوفها، رابط كلها تحت الفيديو. انا محمود، وسلام.